مش هخليكي تشتريها من بره تاني، القشطية او قشطة المولد حرام عليك، والحلواني هيبيع ايه؟ بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. سهله وبسيطه وسريعه، نشوف. او الطعم في حتة تانية خالص، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها عشان طعمها حلو جدا. لا ما دام حلو جدا يبقى ننزل بالمقادير. اول حاجة معايا 3 معالق جيلاتين، حطيت عليهم نص كوباية مية وهقلبهم واسيبهم على جنب. بسم الله. بسم الله. بسم الله. معايا طاسة حطيت فيها 3 كوبايات سكر، بسم الله. عليهم كوباية مية، بسم الله. وعليهم كوباية عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز هنا يا جماعه مهم جدا عشان يربط معانا. بسم الله. وبعد كده هرفعهم على النار. نرفع السيرب على النار لحد ما يغلي معانا. معايا صينية دهنتها زيت، وبعد كده هحط عليها جوز هند وزبيب. بسم الله. زي الفل اهو. بعدين بعد كده السيرب معايا بيغلي على النار، اول لما يغلي معايا بالشكل ده هقلبه لمدة دقيقتين بالظبط. السيرب غلي اهو بقى تمام، خش على اللي بعده. بعد كده هرفعه من على النار وهحطه في بولة. انصحكم يا جماعه تحطوه في بوله كبيره زي ده عشان تعرفوا تضربوه كويس. بسم الله. احط عليه الجيلاتين ننزل كده بالجيلاتين. بسم الله. وهبدأ اضربه كده وهو سخن بالمضرب ومن عندي يا جماعه حاسس ان انا ممكن احط شويه فانيليا عشان تعزز الطعم. بسم الله. ونضرب. بسم الله. لحد لما يديني قوام الكريم شانتيه ويتقل معايا بالشكل ده. تقلت معايا يا جماعه بعد 10 دقائق ضرب زي ما انتم شايفين كده. هو ده القوام المظبوط. اول لما يديني الشكل ده بعد كده هنزل بيه في الصينية بتاعتي كده، نفس الشكل اهو. بسم الله. وبعد كده هرش عليها زبيب وارش جوز هند. بسم الله. ممكن يا جماعه تحطوا عليها مكسرات لو حابين، بس هي كده تحفه. وهغطيها كده بستريتش واسيبها لمدة ليلة كاملة. كتير ليله كامله، عايزين ندوق. وبعد كده هقطعها. انا بصراحه يا جماعه ما قدرتش استنى يوم كامل، ده شكلها كده بعد ساعتين نفتحها مع بعض. يلا بسم الله. آه. لها تحفه. تحفه يا جماعه. يلا بسم الله نقطعها. هتطلع معانا احلى قشطة مولد ممكن تجربها. يا سلام على القوام يا جماعه. بصوا يا جماعه تحفه. بسم الله. الله، الكلام ده خطير. تاني كده. بتدوب يا جماعه، تحس ان انت بتاكل قشطه من براند عالمي، طعمها تحفه. جربوها. مستني الصور في الكومنتات. لو وصلت لحد ما تنساش تصلوا على النبي. يلا سلام.